أهلا بيكم في قناة صوت الترند، وهنقول لكم على كل الترندات اللي شغالة دلوقتي، من الأخبار المحلية لآخر أخبار الفنانين والمشاهير. خليكم معانا عشان توصلكم كل التفاصيل أول بأول، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. يلا بينا نبدأ. عودة شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب بقت خلاص شبه رسمية. أنغام ربنا يشفيها، وشيرين كمان ربنا يشفيها. بس هو إيه يا جماعة؟ هو دكتور سترينجر حشرنا جوه ثقب زمني ولا إيه؟ كل يوم نفس الأحداث بتتكرر قدامنا، مش عارفين نخرج منها. يعني فيديو جديد لهدير نزل وده عادي، شيرين وحسام رجعوا لبعض وده برضو عادي، ورضوى الشربيني شابطة في الرجالة برضو عادي. الأخبار كلها شكلها قديم وجديد في نفس الوقت، وإحنا قاعدين نلف في نفس الدوامة. الحاجة الوحيدة اللي طلعت من الثقب الزمني ده هو الدولار اللي سعره بيزيد كل شوية. أنا بقى شايف يا شيرين مدام رجعتي لحسام، خلاص سيبي بقى أغاني زي بتمنى أنساك وخدتك هناك، وروحي كلمي حكيم يكتبلك أغنية جديدة، ولازم تكون بعنوان ولا 1 ولا 100 ولا 1000 ولا مليون. أو الأحسن تسيبي الغنى كله وتفتحي قناة يوتيوب وتنزلي يومياتك بعناوين مثيرة. بصراحة يا شيرين، انتي بترجعي لحسام كتير قوي، لدرجة إن الواحد بقى يحس إنك لما بتبعدي عنه بتعيشي حالة انسحاب زي المدمنين. وإحنا طبعاً كجمهور بنتوقع اللي هيحصل بعد كده، شهر وهتلاقوهم بيتخانقوا على ورك الفرفة ولا صدرها، وطبعاً الخناقة هتكبر وهيوصلوا للمحاكم. شيرين هتنزل أغنية تلمح فيها على حسام بعنوان حق ابن المفجوع، وحسام هيرد عليها بأغنية كدابة الجزء التاني، ويطلع يقول دي الفرخة أصلاً كانت مسيبة. وبعد شوية وقبل ما القضايا تتحكم هيتصالحوا تاني، وتنزل أغنية دواتو جديدة بعنوان حب جنة كلنا فيها فرخة. والعجيب إن طول ما هم بيتخانقوا الفراخ بقت بطلة أساسية في أغانيهم، وده بيخلي أسعار الفراخ تطلع علينا إحنا أكتر. ومش بعيد بعد شهر تلاقي شيرين طالعة في برنامج حلقت شعرها، يسألوها ليه يا شيرين حلقتي شعرك؟ تقول حسام هو اللي حلقلي. يسألوا حسام ليه عملت كده؟ يرد أصلا هي نتفت شعري من رجلي. نسأل شيرين طب ليه عملتي كده؟ تقول لأنه عضني في إيدي. نسأل حسام ليه يا ابني عضتها؟ يرد أصلا وخطف كيس الشيبسي بتاعي. طب ليه يا شيرين خطفتي الشيبسي؟ تقول لأنه نزل يشتري حاجات حلوة من غير ما يقولي. يعني الموضوع بقى خناقة أطفال، محتاجين مس جيجي من كي جي 2 تيجي تحل المشكلة. بجد اللي بيحصل بين شيرين وحسام لا هو مسلسل هندي ولا تركي، ده مسلسل مكسيكي من 900 حلقة ولسه مكمل. كان المفروض يتسمى شيرين وحسام والبنيه، أو شيرين وحسام والبنزين، عشان البنزين بقى عنصر أساسي في قضاياهم. وصدق أو لا تصدق، مرتضى منصور كان شايف من زمان وقال كلمته الشهيرة، والنهاردة هي فعلا بتوصف حالنا لما بنسمع عنهم. القصة كلها بدأت لما محامي شيرين ياسر قنطوش أعلن إنه مش محاميها أنيمور، وقال إنه جاله تليفون من شيرين بتستغيث بيه وبتقوله الحقني يا ياسر قنطوش تعالى خلصني، وبعت 3 محاميين يساعدوها. لكن شيرين أول ما شافتهم طردتهم. أكيد طبعاً على ما المحامين وصلوا كانت هي وحسام اتصالحوا وقفلوا الموضوع. المحامي لما رجع يتواصل معاها لقى تليفونها مقفول، بس الحقيقة مش إنها قفلته، ده غالباً فصل من ريحة المشاكل اللي حواليها. المهم المحامي طالب وزير الثقافة يتدخل. طب إيه علاقة وزير الثقافة؟ هو كان أمها ولا أم حسام؟ وزير الثقافة مسؤول عن الفنون والثقافة، مش عن قضايا جواز وطلاق. كأنه حد بيطلب من وزير الصحة يعالج شيرين شخصياً ويسيب مشاكل المستشفيات. الموضوع اتحول لكوميديا، خاصة إن شيرين بنفسها طلعت ردت وقالت للمحامي يا ياسر يا أنطوش كلامك كله فنكوش، وأكدت إنه مش محاميها، ولو اتكلم تاني عنها هتتصرف. لكن رغم نفيها لكل حاجة ما نفتش إنها رجعت لحسام. الغريب إن حسام نفسه طلع قال العكس، لا إحنا مرجعناش. وبين النفي والتأكيد لقينا صور ليهم وهم بيفرشوا عفش جديد لحياتهم الزوجية، فإحنا مش عارفين هم رجعوا ولا بيمثلوا علينا. وبصراحة الموضوع كله تافه وملوش أي قيمة، لكن اللي يوجع القلب إن شيرين بقت بتضر نفسها بنفسها، مش بتحترم موهبتها ولا فنها ولا جمهورها. ولما تحصل أزمة تلاقي ناس تقول في حملة معمولة عليها من أنغام. هو في حملة ولا حاجة؟
أنغام مشغولة بشغلها ونجاحها، شيرين هي اللي بتوقع نفسها بنفسها. الخلاصة، أنغام مركزة في كاريرها وبتكبر فنياً، بينما شيرين بتدخل نفسها في دوامة مشاكل ملهاش نهاية. وأنا عارف إن الكلام ده هيزعل فانز شيرين، بس دي الحقيقة. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك وفعل الجرس. صوت الترند دائما يوصل لك الصورة كاملة.